هو احنا كسبنا 2-0 وكل حاجة، ويعني ألف 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 مليون مبروك وكل الكلام الحلو ده. لكن هو انت لو سمعت ان احنا كسبنا 2-0 دي حاجة، وان انت اتفرجت على الماتش بقى دي حاجة تانية. يعني احنا كسبنا 2-0 بضربتين جزاء. الاولانية ضربة جزاء وكل حاجة، بس هي الفكرة ان انت نسبة ان هي تتحسب كورة اتشاطت، فبالتالي لاعب الخصم كان مش عارف دراعه مش عارف ايه او ايده ايه، فتحسب بالضربة الجزاء. نسبة ان ده يحصل كل ماتش المفروض يعني ان هي قليلة، ماشي. وان التانية ضربة الجزاء التانية تتحسب بالشكل ده، لو واحد دخل على فينيسيوس مش عارف ايه بتاع، دي برضه مش نسبة كبيرة انها تتحسب بالشكل ده، ماشي. وما بقولكش ان الاتنين مش ضربات جزاء، لكن ان دول يتحسبوا مش وارد. لكن كان وارد بقى ان زوربيح اللي الكور اللي جه في العارضة وفي القائم وفي كل حتة، دول التلات كور دول انهم ما ياخدش جول، يعني واخد بالك. فانت ريال سوسيداد هدد مرماك اكتر ما انت هددت مرماهم، وانت معاك فينيسيوس ومبابي ورودريجو وبريما دياز وهندريك بص، فرح يا بيه، فرح. وهم اللي هددوا مرماك اكتر. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ قول لي. يعني تعالى اقعد مكاني كده وقول حاجه تانية. يعني اقول ايه ده؟ تكتيك ايه ده اللي هنقعد نتكلم فيه؟ تكتيك ايه؟ كورتوا يعني مش هو حد نجم المباراة، ده العارضة والقائم هما اللي نجوم المباراة. انت متخيل؟ لا والجونين، يعني واحد هنا عارضة وقائم وواحد هنا قائم، يعني فاهم ايه بقى؟ يعني نوصل لمرحلة ايه اكتر من كده؟ انا ما اعرفش يا بيه، والله ما اعرف. والله ما اعرف هنوصل لمرحلة ايه اسوأ من كده. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انت خط الدفاع الحمد لله سيبته في حاله، ماشي. كارفاخال وميندي وميليتاو ودوديجاو ميليتاو رجع يا بيه من الاصابه، الحمد لله. لحقنا رجع حد من الاصابه، ماشي. نص الملعب انت ما عندكش، ماشي. متفاهم ان انت بتلعب اردا جولير ومودريتش وفالفيردي، يعني الثلاثه دول مع بعض ما يلعبوش في الكارير مود في اخر ماتش في الموسم عندك، ما تبقى مختم الموسم والدوري وكل حاجه، ما يلعبوش الثلاثه دول مع بعض. فانت عندك تشاوميني مصاب، عندك دانيال سيبايوس مصاب، عندك كامافينجا مصاب، عندك بلينجهام مصاب، فتمام، ماشي. بس ليه بقى؟ ليه 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 ها؟ ليه ليه اردا جولير هو اللي يعني، يا عم لعب وينج. مش عايز تقعد رودريجو، مش عايز تلعب رودريجو، لعب اردا جولير وينج وبريما دياز مكان بلينجهام زي الموسم اللي فات. ولو الموسم اللي فات ده كان واحد تاني غيرك، ما انت كنت انت يا سيدي المعلمين، يا سيدي الناس، ما كنت انت. لا امال مين اللي اعاد اكتشاف ان ابراهيم دياز ده اسطوره من اساطير ريال مدريد القادمه، الذي يجب تم الحفاظ على البتنجان اللي بيلعب في المحسن. يعني ما هي ايه اي كلام بقى؟ مين اللي عمل ده كده؟ مش انت. طب ليه والله مش فاهمين. بلاش يا سيدي الكلام ده كله. هو ليه رودريجو يقعد اصلا؟ يعني ليه رودريجو هو اللي بيقعد، هو اللي يقعد على الدكه؟ ليه اشمعنى هو؟ وليه لما يقعد على الدكه يعني فينيسيوس ما يقعدش؟ وليه مبابي ما يقعدش؟ ليه؟ يعني هنرجع بقى نقول الكلام اللي كنا بنقوله قبل كده: حب نفسك، حب شغلك اكتر ما تحب الناس اللي حواليك. لو حبيت اللي حواليك الدنيا هتخرب. ايه ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه ده يا باشا؟ مش عايز يقعد الدكه يمشي، اللي مش عايز يقعد دكه يمشي، اللي شايف نفسه ان هو اكبر من الدكه بتاع ريال مدريد يمشي يا حبيبي، ما يقعدش على الدكه، ما يقعد يروح يلعب في السيتي. يعني انت ايه اللي جبرك؟ رودريجو يقعد ليه؟ رودريجو ده يلعب مكان فينيسيوس. والله فينيسيوس رايح عشان الجو مريح، عشان انت يعني من بعد ماتش السوبر الاوروبي انت مريح فعلا، انت مريح ومريحه منك على الاخر، فانت تقعد بقى على جنب كده. ليه رودريجو ما يلعبش؟ وليه هندريك بينزل في اخر دقيقتين 15 دقيقة؟ انت محسسني ان انت هو مش كهربا، هو مش كهربا اللي في الاهلي عشان هو لحق. يعني انت بتنزله في الاخر ليه؟ عشان بتعاقبه؟ ما الواد جاب جول قبل كده، كل اللي عملوه ابراهيم دياز قبل كده ليه؟
اسئله احنا يعني. يا عم محمود حلمي انشيلوتي، انت في ظل الفتره الانتقاليه دايما دي شفت كنت كام بطوله دوري ابطال، فبالتالي انت لما يبقى يعني معاك امبابي وفينيسيوس والعالم دي، مستوى يقل ولا يزيد؟ انا متفهم وتبوس ايدك شعر ودقن ان انت بنص الملعب ده رياسوس ده عمل كده فيك، بس يعني عشان بكون صرح، ده كتر خير الدنيا ده اللي ده بس اللي حصل فيه. ده كان لك خسران 3-4 وجايب جونين وعمال تنشأ على الجون ده تمام. ان الخطوره اللي انت خلقتها بره ضربتين الجزاء مش موجوده، كره لمبابي كره عرضيه، اصل ميليتاو، اصل مش عارف ايه، بس لا اله الا الله ما تقدروناش بقى من واحد قرفان في الدنيا ومن الحياه كلها. ده كسبان يا حبيبي 2-0 ماشي، طيب انا استفدت ايه؟ يعني دلوقتي برشلونه هيلاعب جيرونا اللي خدهم رايح جاي الموسم اللي فات، خدهم رايح جاي كده، رايح جاي 4-4 رايح و4 جاي. برشلونه يعني بص شوف هيعمل ايه النهارده. انت بقى بالمنظر ده هتخد تروح تلعب في دوري الابطال طول جرد ومش عارف والعالم دي. ده دلوقتي هنلاعب اللي قبل الماتش السهل يقول لك لا ده لاعب بقى هندريك واللعيبه كلهم ضع بعض. طب انت كوبري بديت ولا هنزل بقى كل اللي ما بيلعبوش تمام، فتقوم الدنيا خربان. بص انا اقول لك على حاجه، احنا خدنا بطولات اوروبا كذا موسم اللي فات فيها كان سيناريوهات اعجازيه، فبالتالي انشيلوتي اللي كان بيبسطها بيصعب. يعني هل مثلا انشيلوتي متفق مع بيريز ان هم يلعبوا كده وحش عشان يبقى ده داعي ان هم يمشوه، او لما عقده يخلص يمشوه ويجيبوا تشافي الونسو؟ من بعد ليفركوزن اللي هو جاي كده جاي يعني ما فبيعجلوا من ما مش فاهم. انا مش فاهم يا بيه، مفيش خطوه يعني. انا لو ما شفتش الماتش ماشي، نفترض ان انا ما شفتش الماتش وكده تشوف هايلايتس الفرص بتاعت ريال مدريد ضد ريال سوسيداد كلها بقى، اللي دخلت ولا ما دخلتش، مفيش اصلا، يعني انت هتدور على حاجه مش موجوده ومش هتلاقي، مفيش. فبالتالي اردا جولير ضربة الجزاء حتى الاولانيه اللي جت هو من كتر قرفه بيشوط. انت متخيل واحد معاه في الفرقه العتاوله دول كلهم، وابراهيم دياز طلع على فكره مصاب برضه ورودريجو نزل وما قداموش حل بعد 18 ان هو يشوط كوره زي دي، وانت عايز تحسسني ان المدافع ده لو مش موجود كانت الكوره هتخش جوه الشبكه مثلا يعني، كان وارد بس مش يعني انت مش ضارب. فهو من كتر اليأس عمل كده. وشوف رد فعله وضربة الجزاء اللي هو ايه يا جدعان في ايه، احنا قلبنا غزل المحله ليه كده يعني، احترامنا لغزل المحله يعني. الزمالك عامل تيشيرت زي غزل المحله يا بيه، يعني غزل المحله شويه. فايه ده مودريتش في اخر الماتش بيشوط كوره اللي هو يا لهوي، ومودريتش موجود اللي هو انت يا انت والله كتر خير الدنيا انك موجود لسه والله، وفيك نفس تجري وما كتر خير الدنيا. بس احنا عندنا واحد برازيلي وينج كده ها يعني عامل قصه دلوقتي مش عارفين نكلمه يا بيه، مش عارفين يقعدوه على الدك، رغم ان هو صاحب النادي ولا حاجه. كنت خد بالون دور احنا ما نعرفش، يعني كوكو خد 3-4 بالون دور يعني كسر عينينا بحاجه ولا بتاع، مش عارف انا مش عارف في مش عارف. ففينيسيوس يعني ما فيش خالص، ما في ده مبابي يا راجل، يا لا مبابي في كوره كده قطع فيها من عن جنب عن جنب ايه والله نسيت، في كوره قطع فيها كده من عن جنب وقعد يلم مش عارف ايه وشاط، فالكوره يا دوبك الحارس يا دوبك عرف يشيلها. فمبابي تحس ان هو فينيسيوس مش منسجمين، وده بيبان في اللقطات اللي المخرجين خلال الماتش بيجيبوها ان هم بسطهم لبعض لسه مش فاهمين بعض، مش قاريين بعض، مش زي فينيسيوس وبنزيما ما فيش لسه، اظبط شويه. فتمام ده هيجي، لكن عقبال ما يجي بقى احنا ما نروحش بقى، يعني الواحد قرفان من الدنيا كلها، فما تخنقناش بقى معاك، ما تخنقناش.
يعني كده كتير، كده كتير، كده كتير، كده كتير. انت تعادلت ماتشين في اول مالهمش 60 لازمه. ايه، نصحى مع بعض كده ونفوق، الموسم لسه طويل، ويعني مش عايزين نصيح بدري، بعد اذنكم يعني.